اوعى تشتري في الساحل. هقول لك ليه، بس تابع معايا لاخر الفيديو. انا ياسمين طارق ودي النشرة العقارية، والنهارده هنتكلم عن اهم منطقة استثمارية في الجمهورية، اكتر ديستنيشن عليه العين الفترة اللي فاتت والسنين اللي جاية كمان، وده اللي خلى دولة بحالها تتحرك وتنتهز الفرصة وتستثمر اكتر من 100 مليار دولار في الساحل الشمالي في خليج راس الحكمة. وانا مش جايه النهارده اكلمك عن صفقة القرن وبس، لا، انا جايه افهمك ليه الساحل الشمالي وليه ما تشتريش هناك غير لما تبقى فاهم الكلام ده كويس. الساحل الشمالي مقسمينه لأربع مناطق استثمارية من الدرجة الأولى، وأول مدينة هنتكلم عنها مدينة العلمين، ودي أول مدن الجيل الرابع على ساحل البحر الأبيض، التطور الطبيعي لمدينة الإسكندرية، يعني فيها جامعات ومدارس ومناطق ترفيهية وصناعية وكمان إدارية، بخلاف بقى الجزء الساحلي اللي بيمتد بطول 22 كيلو على ساحل البحر الأبيض، اللي بيضم أول ناطحات سحاب في ساحل أفريقيا كلها، يعني تبقى ساكن في الدور ال30 وشايف البحر بانوراما، ولو عينك تجيب هتشوف ساحل اليونان. اما بقى المدينه الثانيه فهي اصغر شويتين، ودي بقى اللي بيقولوا عليها الساحل الشرير، مدينه سيدي عبد الرحمن، يعني هاسيندا ومراسي وامواج وسيشل وغيرهم كتير من الكومباوندات الهاي اند، واعلى كوميونتي موجود في الساحل دلوقتي، وهناك لازم تتقل جيبك شويتين وتشتري ريسيل، والاسعار بتبدا كاش من اول 9 مليون تقريبا للشاليه الغرفتين نوم. اما بقى لو بتدور على شاليه بالتقسيط فهتلاقي اختيارات محدوده، ولو عايز مساعده كلمنا وهنقول لك على المفيد. ومن بعد سيدي عبد الرحمن المدينه الثالثه مدينه الضبعه، ودي اهم ميزه فيها موقعها في النص كده ما بين العلمين وراس الحكمه، واول مدينه متكامله من طلعت مصطفى ساوث ميد، واللي هتنقل مدينه الضبعه في حته تانية خالص باستثمارات اتجاوزت ال50 مليار جنيه. هتلاقي هناك اسماء كبيره زي اعمار ولافيستا، تطوير مصر ووتر واي، وهنا الفرصه لسه متاحه لو عايز يبقى لك بيت هناك وبخطط سداد مناسبه جدا. واخيرا بقى نيجي للي عليها العين، مدينه راس الحكمه، محطه انظار العالم كله من بعد اهم خليج طبيعي على ساحل البحر الابيض، واللي كل المطورين بيتنافسوا عليه، واللي بقت فعلا اهم ديستنيشن ساحلي في الجمهوريه كلها، وبيقولوا عليها الجونه الجديده، بخلاف بقى انها اول مدن الجيل الخامس في الساحل الشمالي، واول مدينه سياحيه ترفيهيه متكامله على ساحل البحر الابيض، واقوى فرص استثمار عقاري على مستوى الساحل. بقول لك العالم كله بيتكلم عليها، يعني طبيعي جدا الايجار يبقى بالدولار، والساحل هيبقى صيف شتاء مش 3 شهور وخلاص، وعلشان كده بفكرك اوعى تشتري في الساحل غير لما تكون فاهم تشتري فين وليه. ولو محتاج مساعده احنا هنفيدك، هتلاقي ارقامنا على الفيديو تقدر تكلمنا في اي وقت. انا ياسمين طارق ودي النشره العقاريه، اول محتوى مرئي عن اخبار العقارات في مصر. لو عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.